العضلة الصدرية الكبيرة هي تاخذ شكل مروحة، تتكون من 3 حزم من الألياف العضلية، لكل وحدة منها منشأ مختلف. الجزء الترقوي بينشأ من الوجه الأمامي للنصف الأنسي من عظم الترقوة. الجزء الأوسط بينشأ من الوجه الأمامي لعظم القص وغضاريف الأضلاع من الأول للسادس. الجزء السفلي بينشأ من صفاق العضلة المائلة الخارجية. العضلة المائلة الخارجية من العضلات البطنية. الألياف العضلية الجاية من الحزم الثلاثة العلوية والوسطى والسفلية بترتكز على عرف الحديبة الكبيرة على النهاية العلوية بعظم العضد. التعصيب يعصبها العصبان الصدريان الوحشي بشكل أساسي والأنسي بشكل ثانوي. التروية الدموية تتم عن طريق برع صدري للشريان الصدري الأخرمي. الشريان الصدري الداخلي. العمل الرئيسي التقريب، التدوير نحو الأنسي، القبض، البسط،